جورج سمير إسحاق، شاب 29 سنة، صيدلي من القصية، محافظة أسيوط. بيشكروا في الشاب ده جدا جدا جدا. صور النهارده انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وان هو مختفي من ايام قليله، وان هما ما يعرفوش هو فين. يعني بيقولوا في الولد بيلعب رياضه، ومن ضمن الرياضه اللي بيلعبها المشي، فطلع بالليل يتمشى شويه، وبعد غيابه يعني بوقت قليل مش موجود. دوروا عليه مش موجود. هو مما لا شك فيه ان مفيش امان. خلاص يعني احنا ايقنا ان مفيش امان. طول ما انت ماشي يعني جوه مصر بره مصر مفيش امان. احنا هنا ما بننزلش من بعد 6 مثلا، ده حقيقي. مش عشان عدم امان، عشان مفيش حاجه نعملها بعد 6. لكن في مصر مثلا دلوقتي انت ماشي في الشارع، لا بيك ولا عليك، هيطلع عليك بلطجيه. زي ما شفت فيديو برضو امبارح، بنت رايحه تودي لباباها في المحل اكل، راجل خاطف ولد وركنه على جنب لغايه ما يشوف له ايه، خطفايه تانية كده على السريع بامانه. يعني قالك بدل ما ارجع بطفل ارجع بطفلين، ويعني والله يرزق فيما رزق او حاجه كده. يعني انتوا فاهمين انا بقول لكم ايه. فالبنت خد البنت صغيره، قال لها تعالي جوه مدخل. الاب ابتدى يطلع يبص على البنت ما لقاهاش، فابتدوا يشاوروا له ان في راجل هنا دخل بطفله صغيره المدخل ده. ابتدى يسمع صريخ البنت، فحاول يمسكه بس الراجل فلت. ده فيديو موجود ممكن نعرضه. انتوا متخيلين؟ فمفيش امان. يعني نخلي بالنا بقى. ما بقتش بقى الموضوع مقياس بقى ايه، صبح ليل ظهر، الخطف في اي وقت، كبير صغير بيتخطف عادي. ما بقاش الموضوع برضو ايه، قاصر ان انت تضحك على عيل صغير وتاخده وتمشي. لا، دلوقتي في خطف لهدف السرقه، في خطف لتجاره الاعضاء، في خطف. ما نقولش ان مفيش خطف. فمش عارفه اقول لكم خلوا بالكم، لان انتوا هتخلوا بالكم من ايه ولا ايه ولا ايه، ان الموضوع كبير قوي قوي. يعني وبقى في قلق وتوتر في كل حاجه. يعني لا سواق تاكسي سالم من الخطف، ولا مش عارفه مين ناس ماشيه في الشوارع سالمه من الخطف، ولا اطفال. والناس بقت هتاكل في بعض خلاص. يعني الناس ابتدت هتاكل في بعض، والناس ما عندهاش مشكله تخطف عيل ويتاجروا بالاعضاء، بس اديني مثلا 50,000 جنيه. مش مبلغ، بس بالنسبه للخطف الطفل اكيد مبلغ. لما يخطف له 3 4 اطفال ب 200,000 جنيه اتعشت ولا ايه؟ فالموضوع كبير، صدقوني موضوع كبير جدا. انا مش